فيلم الملحد خرج علينا منذ أيام المدعو إبراهيم عيسى ليبث سموم الإلحاد في المجتمع الإسلامي. هداه الله وارجعه إلى رشده. إبراهيم عيسى نزل فيلم منذ أيام وكتب فيلم منذ أيام بيتكلم عن الإلحاد. أول ما تسمع اسم إبراهيم عيسى في أي خبر على السوشيال ميديا أو أي فيديو شفت فيه إبراهيم عيسى، اعرف إن إبراهيم عيسى كل هدفه إن بيضرب ثوابت الدين. مش عاوز أعمل لك مقدمة كبيرة وأكلم لك على إبراهيم عيسى وعلى أخطائه الفاحشة وعلى ضرب ثوابت الدين في كل كلمة بيقولها في لقاءاته، بس تعال اسمع معايا الفيديو ده وبعد كده نرجع لك على فيلم الملحد ونكلمك عنه. فنحن هنا اليوم في جلسة استتابة دعانا لها الحج حافظ. لا بداية له. الله أزلي، الله هو من خلق المكان والزمان. الصلاة خير من النوم. الصلاة المسلمين اللي له أخ ولا ابن ولا حد يعرفه ملحد يستتيبه 3 أيام، ولو ما رجعش يقتله. بلاش يا حافظ، بلاش. في ناس مش عايزة تطبق شرع ربنا، لكن احنا بنطبقه. ابوك عايز يعمل لك جلسة استتابة، عايز يقتلك. الموضوع مش لعب عيال. انت ابني، سواء كنت مؤمن ولا كافر، انت روحي. ملحد دي صعبة أفهم، مستحيلة عليا. الملحد يسكت خالص، يخلي فكرته في جوفه. انت بتعرف ايه عن الدين؟ انا درس دين احسن منك. ده برومو فيلم الملحد اللي كتبه إبراهيم عيسى، وباختصار شديد الفيلم بيحكي عن ابن شيخ سلفي كل همه في الفيلم أو كل همه في أحداث الفيلم إنه بيتكلم عن الإلحاد وإزاي يلحد وإزاي ربنا خلق دي ليه ومش ليه وإلى آخر نهاية الفيلم. أول ما تسمع اسم إبراهيم عيسى في أي لقاء من اللقاءات كل هدفه إن يهدم ثوابت الدين ويشكك في ثوابت الدين ويشكك في أحاديث النبوية الصحيحة للإمام البخاري والإمام مسلم. إبراهيم عيسى باختصار شديد يا جماعة كل همه إن هو بيشككنا في الدين بتاعنا. فنزل فيلم وكتب فيلم جديد اللي من إنتاج السبكي وما أدراك ما السبكي، وحط مليون خط أحمر على كلمة السبكي هنا، واللي هو أنتج الفيلم طبعا السبكي هداه الله على الفسق اللي بيعمله والرذيلة اللي بيعملها في بعض أفلامه والرقص والمياصة وأفلامه اللي كل هدفه إنه يضرب الشباب في مقتل، يضرب الشباب في مقتل. فلما يجتمع إبراهيم عيسى والمدعو السبكي في فيلم، اعرف إن الفيلم ده عاوز يضرب بالشباب ويضرب ثوابت الدين ويضرب المفاهيم الثابتة للدين الإسلامي في مقتل. فالفيلم بينشر الإلحاد، وإن أصلا ما فيش في مصر ملحدين. فأنت منزل الفيلم ده في التوقيت ده كل همك إنك أنت عاوز تنشر الإلحاد في مصر بأي طريقة. ولو رجعنا ورا شوية أيام برضو مؤسسة تكوين وما أدراك ما تكوين، كان رئيسها برضو إبراهيم عيسى وإسلام بحيري هداهم الله إلى رشدهم. كل هدفهم برضو بيشككوا في ثوابت الدين وتعليم السنة النبوية، والنبي قال كذا وما قالش كذا، والإمام البخاري يخطئ ويصيب، والقصة ده كل هدفها إن هو يشككك في السنة النبوية ويضرب السنة النبوية في مقتل، في حين إن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم باجتماع العلماء، مش كلام أنا على فكرة. فلما تسمع ان ابراهيم عيسى بيجتمع هو والمدعو ان ربنا يهديه السبكي في فيلم زي ده، اعرف انه كل هدفه ان يضرب لك الشباب ويشكك الشباب في دينه ويشكك الشباب في ثوابت دينه ويهدم المجتمع الاسلامي في مصر وغير مصر
فطبعا انتوا مش هنوصيكوا على السبكي وعلى مال السبكي، انتوا كلكم عارفين السبكي واللي بيعمله. هو ابراهيم عيسى اصلا عاوز مننا ايه؟ كل شويه يغيب ويطلع بمنهج تاني ويطلع ببلوى سودا تانية من اول برضه ما كان عاوز يضرب ثوابت الدين، ان هو كل شويه يقول لك البخاري ومسلم اخطاوا ومش اخطاوا ويجوز نقدهم او مش نقدهم، في حين ان اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو كتاب الامام البخاري وكتاب الامام مسلم. برضه طلع مؤخرا ابراهيم عيسى في مؤسسه التكوين اللي هو برضه كل همه انه يضرب الاسلام ويضرب الدين الاسلامي ويشكك في ديننا ويشكك المسلمين والمجتمع الاسلامي عامه في دينه. كل شويه ابراهيم عيسى زي ما يكون معاه اجنده خارجيه بيتكلم عنها ويطلع لك يتكلم عن ثوابت الدين وثوابت الدين الاسلامي والنهج الدين الاسلامي ويجوز نقد العلماء السابقين امثال الامام البخاري والامام مسلم والتابعين ان هم يعني اطهر ناس بعد الصحابه التابعين دول. هو ابراهيم عيسى عاوز منين ايه اصلا؟ كل شويه تغيب وتطلع لك بحاجه كده تعمل لنا ربكه وتعمل لنا زعزعه وبلبله في المجتمع عندنا في مصر. يا عم خد اجندتك وروح غور في 60 داهيه عننا، حججها بره يا اخي في المجتمع الغربي اللي هم باعتينك اصلا عشان معاك باجنده عاوز تنزلها في مصر وعاوز تطبقها في مصر. تكوين واسم تكوين واسم مؤسسه تكوين مليون خط احمر، مليون خط احمر يا عم ابراهيم عيسى. فبالله عليك ابعد عننا يا اخي وابعد عن الشباب وعن المجتمع الاسلامي اللي انت عاوز تهدمه. يعني انت عاوز منين اصلا في الاول والاخر؟ فاتق الله، اتق الله يجعل لك مخرجا. كل شويه تطلع لنا ببلبله وتخلق لنا خلق وتخلق لنا بلبله وزعزعه في مصر هنا برضه من اول مؤسسه التكوين وقبل مؤسسه التكوين الى فيلم الملحد. مش عارف والله انت عاوز منين اساسا. ففيلم الملحد فيلم ما انصحش حد بمشاهدته لانه بجد يعني بيشكك الانسان في دينه وبيشكك الانسان في ثوابت دينه وبيشكك الانسان في التعليم الاسلامي اللي احنا اتعلمناها من صغرنا. فما انصحش اي حد ينساق ورا فيلم الملحد نهائي. باختصار شديد تاني مره بيحكي عن شيخ سلفي، ابن شيخ سلفي يعني كل همه ان بيقول ربنا خلق دي ليه وما خلقش دي ليه، طب ليه عمل كذا وليه ما عملش كذا، وبيشككك وبيدخلك في دايره الشيطان بيخش لك ثغره منها صغيره بيخليك محتار في امور دينك. واحنا طبعا كشباب الشيطان بيخش لك من الثغره دي، وعافانا الله ان يخش الشيطان وعافانا الله من فهم ونهج ابراهيم عيسى. مش هطول عليك كتير، بس الناس بحالها بتتكلم على فيلم الملحد ففيلم فاشل بمعنى المقاييس. فابراهيم عيسى ما انصحش اي حد يسمعه واي حد يشوفه على السوشيال ميديا، ما انصحش اي حد يسمعه، لان ابراهيم عيسى تاريخه مفهوم في الالحاد من اول زمان لما شكك في الامام البخاري والامام مسلم في بعض الاحاديث. وبرضه مؤخرا هو المدعو اسلام بحيري في مؤسسه التكوين اللي كان عاوز يضرب ثوابت الدين ويضرب لك الاسلام في مقتل. ما انصحش اي شاب او اي حد يسمع فيلم الملحد نهائي. فمش هطول عليكم كتير مره تانية. ربنا يهدي ابراهيم عيسى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.